في واحد هنسميه محمد، مهندس شاطر بيقرا وبيتابع الأخبار كل يوم. وفي مارس 2024 شاف إن البورصة المصرية عملت أكتر من 76% في سنة. قرر يدخل. دخل ب200,000 جنيه. بعد 4 شهور خسر 56,000 جنيه في نفس البورصة في نفس الفترة. إيه اللي حصل لمحمد؟ دي مش قصة نادرة، دي نمط بيتكرر في كل سوق صاعد في التاريخ. ناس كتير دخلت البورصة المصرية 2023 و 2024 وخسر، مش لأنهم اختاروا السهم الغلط، لأن توقيتهم كان مبني على إحساس مش على فهم. والإحساس ده جاي من مكان واحد: دماغ اتصمم يحميك في الغابة مش في البورصة. النهاردة هتفهم ده في التفصيل، وهتفهم ايه اللي جاي بناء على عوامل حقيقية مش تخمين. في الفيديو اللي فات قلت جملة واحدة بس: المشكلة مش في تشتري ايه، المشكلة في ازاي دماغك بيفكر وقت القرار. النهاردة مش هقولك نظريات، هديك أرقام حقيقية من البورصة المصرية من 2023 لحد دلوقتي إبريل 2026. وهشرح لك 5 تحيزات نفسية بالتفصيل، وإيه ال5 عوامل الرئيسية اللي بتحكم السوق دلوقتي. بس الأول خلينا أوريك الصورة الكاملة. مؤشر EGX 30 في يناير 2023 كان عند 17,000 نقطة، وفي نهاية 2024 وصل ل41,000 نقطة. دلوقتي في أبريل 2026 عند 52,000 نقطة. من 17 ل52 في 3 سنين، 206% بالجنيه. التضخم التراكمي من 2023 ل2025 كان قريب من 100%، واللي دخل بعد ما سمع عن ال50% زي محمد خسر. ليه؟ دي الحكاية الحقيقية. كانيمان وتفريسكي الحايزين على نوبل 2002 أثبتوا إن الإنسان مش عقلاني في قراراته المالية، مش لأنه غبي، لأن دماغه اتطور لبيئة مختلفة. في الغابة الخوف من الخسارة كان بينجيك، في البورصة نفس الخوف بيوديك. في 5 تحيزات نفسية بالتحديد بتفسر قصة محمد وقصص ملايين زيه. التحيز الأول الفومو أو الفير اوف ميسنج اوت، الخوف إن يفوتك حاجة. محمد سمع إن صاحبه اشترى أسهم في 2023 وكسب، وصاحب صاحبه كمان. دماغه ما سألتش الشركة دي كانت شايلة ايه، دماغه قال الكل بيكسب وانت بتتفرج. في دراسة على 45,000 حساب تداول، لقوا إن الصفقات اللي اتعملت بعد ارتفاع 20% في السهم كان متوسط عائدها سلبي في ال90 يوم التالية. الناس بتدخل بعد ما السعر ارتفع مش قبله. الناس بتدخل بعد ما السعر ارتفع مش قبله، لأن الخبر بيجي متأخر دايما، والخبر اللي بيجي متأخر بيكون اتسعر خلاص. التحيز التاني اللوس افيرجن أو ألم الخسارة. محمد دخل ب200,000، السوق نزل 10% في أول شهر. المنطق بيقول دي حركة طبيعية، استنى. دماغه قال له بيع قبل ما تخسر أكتر. وكانمان أثبت إن ألم الخسارة أقوى نفسيا بمرتين من فرحة الربح، والألم ده دفع محمد إنه يبيع في القاع. الحل مش إنك تبطل تحس، الحل إنك تكتب قرارك قبل ما تدخل السوق، مش جواه. هبيع لو نزل أكتر من 20% مش 10%. القرار المكتوب بيكسر اللوس افيرجن. التحيز التالت الانكورنج افكت، ترجمته بالعربي إنك تكون أسير السعر القديم. دماغك بيحكم على المستقبل بسعر شافه قبل كده. في سهم شافه محمد ب100 جنيه في 2023، وصل 200 قال غالي مش هدخل، وصل 350 قال مستحيل يكمل، وصل 600 فضل يتفرج. المشكلة ال100 جنيه كانوا أول رقم شافه، مش القيمة الحقيقية للشركة. السؤال الصح مش السهم ارتفع كتير ولا لأ، السؤال الصح القيمة الحقيقية للشركة ايه. ونيجي هنا للتحيز الرابع، وهو الهيردنج أو غريزة القطيع. لما الكل بيعمل حاجة دماغك بيقول اعمل زيه. دراسة اتعملت اسمها Information Cascade لقيت ان الناس بتتجاهل معلوماتها الخاصة الصح وبتعمل زي الأغلبية حتى لو الأغلبية غلطانة. وده بيفسر ظاهرة شفناها في البورصة المصرية في 2023. أسهم شركات خسرانة ارتفعت 100% لأن الكل اشترى، فبقى الكل بيشتري. القطيع نفسه هو الإشارة الحقيقية. لما الكل بيتكلم عن سهم هو كده اتسعر خلاص.
لما محدش بيتكلم عنه ابدأ ابحث. ونيجي هنا للتحيز الخامس، وهو الأوفر كونفيدنس، الثقة الزايدة بعد النجاح. وده أخطر تحيز على الإطلاق لأنه بيجي بعد الربح. دراسة اتعملت على 66,000 حساب تداول في أمريكا، لو إن المستثمرين اللي عملوا أعلى عائد في السنة الأولى عملوا أقل عائد في السنة التانية، لأن الربح الأول خلاهم يفتكروا إن هم فاهمين السوق، فبدأوا يتداولوا أكتر ويخاطروا أكتر، يفكروا أقل. الأوفر كونفيدنس مش ضعف، ده ضريبة النجاح اللي محدش بيحذرك منها، والوقاية منها في حاجة واحدة بس: عملية تفكير ثابتة مش ثقة متغيرة. ال5 تحيزات دول مش ضعف شخصي، دي برمجة بيولوجية موجودة في كل إنسان. الفرق بين اللي بيكسب واللي بيخسر مش إن الأول مش عنده التحيزات دي، الفرق إن الأول عارف إنها موجودة فيه وبيبني عملية تفكير بتحاربها. اللي شايف بيختار، اللي مش شايف بيتحرك. مؤشر EGX 30 دلوقتي عند 52,000 نقطة في إبريل 2026. السؤال اللي الكل بيسأله: هيكمل ولا هيرجع؟ إجابتي: السؤال ده غلط. السؤال الصح: إيه العوامل اللي بتحركه وهي فين دلوقتي؟ عندنا 5 عوامل أساسية، خلينا أشرحها لك واحد واحد. العامل الأول وهو سعر الفايدة. البنك المركزي خفض الفايدة 825 نقطة أساس في دورة واحدة، ده خلى الودائع البنكية أقل جاذبية، فالأموال اتحركت ناحية البورصة. وفعلا كل قرار خفض جديد رفع المؤشر 5% في يومين، وده حسب بلومبرج. السؤال الحاسم: هل الفايدة هتكمل تنزل ولا التضخم وقفها؟ الإجابة دي هي اللي بتحكم اتجاه السوق لل12 شهر الجاي. العامل التاني سعر الصرف أو استقرار الجنيه. بعد تعويم مارس 2024 الجنيه استقر نسبيا، ده خلى الأسهم المصرية تبان إنها رخيصة جدا بالدولار، فدخلت أموال أجنبية. بلومبرج رصدت إن مؤشر EGX 30 تجاوز أداء MSCI الناشئ في 2025، بس المعادلة دي لها وش تاني. لو الجنيه اتضغط تاني الأموال دي بتطلع بسرعة وبيحصل هبوط حاد. استقرار الجنيه بيساوي صمام أمان للبورصة. المعامل التالت أرباح الشركات الفعلية. EGX 30 عند 52,000 نقطة دلوقتي. السؤال: الأرباح الفعلية للشركات بتبرر السعر ده؟ الشركات المصرية دلوقتي بتتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف القوى الشرائية وضغوط الاستيراد. في أسهم ارتفعت بالفير اوف ميسنج اوت مش بالقيمة، وده بالظبط اللي بيفرق بين المستثمر والمضارب: القدرة على قراءة الأرقام الحقيقية. العامل الرابع هو الفدرالي الأمريكي وتدفقات الأسواق الناشئة. في 2025 اتأثر السوق الأمريكي بقرارات سياسية كبيرة، ده أدى ده أدى لإعادة توجيه تدفقات الصناديق الدولية ناحية الأسواق الناشئة ومنها مصر. لو الفدرالي رفع الفايدة تاني الدولار بيقوى، الأموال بترجع لأمريكا، البورصة المصرية بتتأثر. طب لو الفدرالي ثبت أو خفض، الأسواق الناشئة بتستفيد، السيولة بتزيد. مش بنستثمر في البورصة المصرية بس، بتستثمر في نظام مالي عالمي متشابك. العامل الخامس هو برنامج الطروحات الحكومية. في 2025 مؤشر EGX 30 ارتفع 22%، مدعوم بتنفيذ خطة الطروحات الحكومية. الحكومة بتطرح حصص في شركات كبيرة، وده بيجيب سيولة جديدة للسوق وبيزيد عمقه. كل طرح جديد بيجيب مستثمرين جدد للسوق كله، ده وقود حقيقي مش توقعات. ال5 عوامل دول مش ثوابت، دول متغيرات بتتغير كل شهر، بعضها إيجابي دلوقتي وبعضها فيه مخاطر. اللي بيتابعهم مع بعض مش بيتوقع، بيكون جاهز. الجاهز بيختار وقت الدخول بهدوء، اللي مش جاهز بيجري ورا الخبر. ومحمد جرى ورا الخبر. محمد اللي بدأنا بيه مش قصة فشل، قصة دماغ اشتغل بطريقته الطبيعية في بيئة مش طبيعية. الفرق بين محمد ده ومحمد تاني بيربح في نفس السوق مش الذكاء، مش الحظ، الفهم. الفيديو الجاي هعلمك تقرأ أي شركة في دقايق وتعرف تقول بنفسك السهم ده رخيص ولا غالي من غير ما تسأل حد. لو عايز تكون هناك اشترك دلوقتي.
مش عشاني، عشان محمد اللي فيك، اللي عايز يفهم المرة الجاية. أنا العارف، واديني قلتلك.